اليوم راح اشوفكم الاجواء الليليه في ماليزيا، وراح اجرب اكل الشوارع الماليزي، وبعدها راح اجرب كل المطاعم العربيه الموجوده بكوالالمبور. اول يوم وصلت ماليزيا سكنت في فندق حديث واستلمت غرفتي، وطلعت شوفتكم الاماكن القريبه بالجزء الاول، وبالليل تمشيت الشارع العربي اللي يبعد 5 دقائق عن الفندق. هذا الشارع مليان مطاعم عربيه، جربتهم كلهن، اكلهم طيب ونظيف، وشفت هوايه وكالات مثل بابا كنافه والمطاعم الخليجيه، وشفت عندهم تقاطع للمشي مثل تقاطع شيبويا الموجود في اليابان، بس تفتح اشاره المشي يمر من هذا الطريق حوالي مليون انسان باليوم الواحد. بكوالالمبور اسعار التاكسيات مبالغ بيها، لذلك الناس تفضل المشي، واذا تبحث عن مطاعم اوروبيه عندك ماكدونالدز وبيتزا هات، جربتهن اثنينهن كلش طيبات. بعدها رحت اجرب اكل الشوارع المحلي، اريد اعرف الماليزيين شنو ياكلون، والحمد لله ماليزيا بلد اسلامي اذا اكلهم حلال. قال لي اختار شنو يعجبك، انا ما اعرف ولا وحده بيهن، بس المهم شريت 5 اشياء وحاليا دا يغلى ذلي. القعده مالتنا راح تصير قاعده بنص الشارع. Can I sit here? Yeah. Thank you. What's this? Steamboat. Steamboat. Yeah. Okay. It's good. Yeah, very good. اوكي خلينا نجرب. يابا هاي وجبتنا صارت كامله، خلينا نجربها والله يستر. سالته عن مكونات هاي الاكله، قال لي هاي كائنات بحريه نخلط وياها البيض ونسلقها ونقدمها للناس. يا رب سترك. والله طيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه كنت متخوف، بس والله طلعت طيبه. واحدة من الأشياء اللي لازم تسويها من تسافر تجرب أكلاتهم الشعبية. انتظروني جايكم للعراق، جايب لكم فيروس جديد وياي، انتظروني. وهذا النوع الرابع يا جماعة، كل سيخ واحد ب2 رنجت، وال4 رنجت تساوي $1. هذا النوع الخامس. هاي طبعا أكثر وحدة حبيتها من بين ال5 أنواع اللي جربتهن. والهاي الهوسة اللي شفتوها كلها $2.50. تخيلوا. وسألته إذا عنده عصير محلي أو أي شيء ينشرب ويا الأكل، قال لي عندي بس من هذا النوع. قلت له ماكو مشكلة صب لي. هذا طلع مو عصير، هذا طلع مي ورد. ورا ما تخلص أكل لازم تشربه، بس لا تشربه للأخير، بقي من عنده نص، حتى إذا متت يغسلون القبر مالتك بالنص الثاني. المهم خلصت الأكل كله، وتقييمي إلى 6 من 10. وكل ما أتمشى بالشارع أشوف تجمعات بشرية، ناس ترقص وناس تغني، بس الأجواء الليلية تبدي من ساعة 7 المغرب تنتهي ساعة 11. ومن توصل لهذا المحل مكتوب رقم 3 معناها ختمت شارع العرب، ديرها وارجع للفندق. طلعت سفرة مدرسية أنا وطلاب الصف أول ابتدائي في ماليزيا، رحنا السنوي أكبر مدينة ألعاب وحديقة حيوانات في كوالالمبور، وراح أشوفكم شنو يعلمون أطفالهم. أخذنا تيكت ب$40 ودخلت ويا جروب شركة الطائر المميز للسياحة والسفر. هذا الشريط اللي بإيدي أقدر ألعب كل الألعاب مجانا وأبقى من الصبح لليل. استقبلنا البطوط وزوجته، وشفنا قاعة كبيرة لألعاب الرعب، بس بديناها بمحمية الحيوانات. كل ما أدخل أكثر أشوف النباتات والطبيعة والشلالات، حسيت نفسي داخل للجنة مو المحمية حيوانات. بديت أصور لكم كل شيء موجود داخل المدينة مثل الفيلة والبحيرة، وبهالأثناء شفت سفرة مدرسية، عرفت جروبي وحبيت أنضم وياهم. بدينا نستكشف المكان سوا، وشفتهم مش قد فرحانين ومتحمسين يشوفون الحيوانات. أول شيء علموهم على الصيد، وفترة قليلة قدروا يصيدون، وبعدها رحنا للفلامينكو وقالوا لهم من يقدر يوقف على تك رجل مثله. بعدها وزعوا للكل أكل للحيوانات، وراحوا يوكلون الماعز بإيدهم حتى ينكسر حاجز الخوف بينهم وبين الحيوانات. وبكل مكان يعلموهم إنه مو أي حيوان يصير نلمسه بإيدنا، لأن أكو حيوانات مفترسة ما يصير نتقرب لها، واكو حيوانات أليفة يصير نتقرب منها ونلمسها بإيدنا. شفنا الأرانب بأنواعها، ووكلنا الهامسترز. عود ليش هذا نحبهن ونكره الفارة والجريدي؟ مو هن نفس الشكل؟ وتذكرت أيام الطفولة من كانوا ياخذونا سفرة مدرسية للزوراء، هنا شفنا اللاما والحصونة، وهسه راح ندخل محمية الحيوانات المفترسة، بس هذني نشوفهن من ورا القفص. شفنا النمر الأبيض وقالوا هذا بيت الأسد، ظليت أدور على الأسد، وين الأسد وين الأسد؟ لقيته هناك نايم، حتى هنا نايم. إيش وقت تقعد ما تقول لي؟ طبعا هم مستغربين هذا منو وش جابوا ويانا. المهم دخلنا محمية الطيور حتى نوكل البغبغاء والغندورة، ومن وكلتهن كلهن تجنوا وقفا على ايدي لهنا. وسفرتهم المدرسيه انتهت، وجاء القطار اخذهم، وانا تيهت جروبي اللي جيت وياه بشركه الطائر المميز. ذبيت ملابسي وراح ابقى استكشف منها لليل، وراح ادخل اماكن خطره. شنو تتوقعون؟ سوي لايك ومتابعه وشاهد الجزء الثاني. جايبين هاي الالوان كلها حتى يصبغون ربهم. هذا هو ربهم دي يلونوه. اما هذا ربهم سعره 10 مليون دينار عراقي. افلح من صلى على محمد وآل محمد. اكو كاهن قدامنا دا يصعد، فاحنا كنا صاعدين ورا نقدر نشوف شنو راح يسوي من فعاليات فوق. العب. ايوه. شكلهم اليوم عازمين ربهم على الغداء.
والله خبلوني، من الما التفت القى اله جديد. يلا حبايب وقفوا هنا، خل اخذ لكم صورة ويا ربكم. 1 2. واليوم عيد ميلاد واحد من الآلهة. هابي بيرثدي جاد، سنة حلوة. يلا تعالوا وراي، تعالوا يلا. صلوا على نبينا والعين ما تجينا، صلوا على نبينا. يا جماعة واحدة من جولات شركة الطائر المميز للسياحة والسفر في ماليزيا، ياخذونا لهذا المعبد الهندوسي حتى نشوف المعابد مالتهم ونتعرف على ديانتهم فقط للاطلاع. أكيد إحنا كمسلمين لا نؤمن بهذه الأشياء، بس نجي حتى نشوفها ونطلع عليها. 10 أشياء لازم تسويها إذا سافرت إلى ماليزيا. أول مكان هو أفا موسى، هذا هو أكبر منتجع ترفيهي في ماليزيا ويحتاج لك يومين حتى تخلصه. راح تركب سيارة على شكل قفص تاخذك المحمية حيوانات تقدر كلها تشوفها عن قرب، وتقدر حتى توكلهن. وأنا وكلت الأسود واللبوات ووكلت الفيل، ما أدري ليش أشوفه كيوت مع العلم هو أكبر كائن على وجه الأرض. بعدها ركبنا عبارة ودتنا إلى جزيرة القردة، لعبنا وياهن وكلناهن، أخذنا صور ورجعنا حتى نحضر عرض الكوبوي. هو عرض مسرحي جدا ممتع، كوميدي واكشن. ثانيا زور المعابد الهندوسيه وتعرف على ثقافتهم وشوف الهتهم العملاقه مثل اله القوه طوله بطول الجبل. راح تشوف تمثال مورغان هو اكبر تمثال في ماليزيا، وراح تشوف طقوسهم الغريبه موجوده بكل مكان. وتعرفت على عائله هندوسيه حلوه مرتبه، لو باقي يمهم 5 دقائق حتى الي يعبدوني. المهم هذا هو اكثر مكان حيوي في كوالالمبور، ويجوز سياح من كل انحاء العالم. ثالثا اصعد واحد من اعلى الابراج في ماليزيا، برج كوالالمبور اللي ارتفاعه 421 متر. لما تصعد للقمة راح تشوف كل المدينة ببيوتها وبناياتها وعماراتها كلها جواك. رابعا لازم تدخل الأكواريوم، هذا هو أكثر مكان يحتوي على كائنات بحرية في ماليزيا، وهنا من صدق راح تعرف رب العالمين إيش خالق. راح تدخل بأحواض عملاقة جدا وتشوف الكائنات البحرية كلها تمر من فوقك ويمينك ويسارك. هذا المكان مليان كائنات تبقى تتفرج بيه 3 ساعات وما يخلص. خامسا أهلا بكم في أكبر مدينة مائية في ماليزيا، هذا المكان جدا مناسب للعرسان واللي يريدون يقضون شهر العسل. اسم المكان سنوي، يحتوي على أكبر جسر معلق في ماليزيا، بيها مسابح والعاب للاطفال وبها مسابح والعاب للكبار، وانا جربتهن كلهن. واكثر شيء عجبني هي فقره الامواج، وبيها محمية حيوانات إذا تفترها ساعتين ما تخلص. سادساً زور المعبد الصيني، هذا المكان صاير بمرتفعات جنتينج تقدر توصل له من خلال تلفريك، راح يفوتك بنص طبيعة وغيوم سبحان الخالقها، تحس نفسك بالجنة. ومن توصل ادخل وتعرف على آلهتهم ومعتقداتهم وشوف شلون يمارسون طقوسهم، وهذه مقبرة أمواتهم. ومن تطلع راح تشوف أصغر بوذا عندهم طوله 15 متر. سابعاً أهلاً بكم في مزرعة العسل، هنا تلقون العسل الأصلي الطبي بكل أشكاله وأنواعه وأحجامه وأسعاره، تقدر تجربهن كلهن. وبالأخير إذا عجبك أخذ منه لأن كلش مفيد، وإذا ما عجبك عندهم أشياء ثانية مثل الأزياء الرسمية الماليزية، وأنا إذا أخذت هاي الأمي أتوقع تطردني من البيت. وآخر شيء لا تنسى تدخل أكبر الأبراج بالعالم، دخولها مجانا وكل يوم أكو حفلات بالقرب منها. من أعلى نقطة في ماليزيا وتحديدا كوالالمبور، رحلات إلى ماليزيا مستمرة ويا شركة الطائر المميز. لا تفوتكم، تعالوا واستمتعوا بهاي الأجواء الحلوة.